السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا ومستمعينا الأحبة أينما كنتم تتابعونا عبر قناتكم قناة نور الشام الفضائية وعبر بثها الإذاعي وعلى الهواء مباشرة وعلى التردد 97.6. أحبتنا، التفوق الدراسي والنجاح يتطلب جهدا مضاعفا من الطالب، ولكل نجاح مفتاح وفلسفة وخطوات ينبغي الاهتمام بها. لذلك أصبح النجاح علما وهندسة، فالنجاح مطلب الجميع، وتحقيق التفوق الدراسي يعد من أولويات الأهداف لدى الطالب، ولا بد من زيادة الجهد من أجل تحقيق النجاح وتحمل جميع الصعاب في رحلة طويلة وجب الصبر فيها للوصول إلى الغاية المنشودة. فكل الطرق تبدأ بخطوة، فالنجاح الحقيقي هو شعور ذاتي داخلي بتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من خير، وزيادة الثقة بالنفس، وتنمية القدرات الذاتية الكامنة. كل ذلك سنتحاور به مع ضيوفنا الكرام، بداية مع الأستاذ الكيميائي محمد حسام فضة، ماجستير في التخطيط الاقتصادي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك. صباحنا. أهلا وسهلا فيك. وأيضا السيدة إيمان القصار، إجازة في الاقتصاد وفي حفظ القرآن. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا بحضرتك. مقدمتك اللطيفة. الله يسلمك يا رب. وأيضا الطالبة باسمة فضة من المتفوقين بشهادة الثانوية الفرع العلمي لدورة 2024. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك. وأيضا الطالبة غنى فضة الأولى على الجمهورية العربية السورية بشهادة التعليم الأساسي لدورة 2023. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتكم جميعا. ما شاء الله عم تبرق السعادة والأمل من عيونكم. شكرا لك. إن شاء الله ألف مبروك نجاح. الله يسلمها باسمة. الله يبارك فضة. والسنة الماضية ما شاء الله الأولى على مستوى الجمهورية العربية السورية الأستاذة غنى فضة. ما شاء الله، نعم التربية ونعم الأخلاق. بداية بدنا نتحدث مع حضرتكم بداية مع الأستاذ محمد حسام. ما هي معايير وخطوات النجاح في الدراسة؟ هلا بالدرجة الأولى النجاح يعني هو رسالة صراحة. نعم. أي شيء بالحياة المفروض يكون فيه له هدف، والنجاح والتفوق المفروض أكيد يكون عندنا الهدف واضح تماما، وموضوع من قبل الطالب ومن قبل الأهل، وبشكل عام يكون نهج فينا نقول نهج للحياة. يعني أنا من صغري بلاقي في طالب أو في طفل صغير بطبعه ممكن يتميز بالرياضة، يتميز بالرسم، له بصمة معينة، له بصمة تماما. تماما. هون بيجي كمان دور الأهل إنه ينموا هذا الموضوع، دور المدرسة، دور المجتمع. الأهل مو شرط بس الأسرة، يعني ممكن الجد والجدة، العم، الخال، هذول كلهم تمام، كلهم مشاركين. طبعا البيئة المحيطة بتلعب دورها كمان. يعني أنا يوم كون ببيئة صحية وبيئة سليمة أكيد. هلا النجاح والتفوق يعني ما مرتبط بمحاور محددة وثابتة، ولكن بشكل عام كل هاي الأمور إيجابية بتساعد على تحقيق الهدف والوصول له. أكيد. وسبحان الله يعني دائما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. أيضا بدي أتوجه بنفس السؤال لحضرتك، ما هي معايير وخطوات النجاح في الدراسة وتحقيق أفضل النتائج، وأيضا الوصول إلى نتائج عالية وتحقيق مستوى علمي رفيع؟ من أهم العوامل والخطوات وجود هدف كبير وطموح عالي، يعني رفع سقف الطموح عند الطالب. كيف بيتميز الطالب المتفوق عن الطالب الناجح العادي؟ انه طموحه عالي، ما بيوقف عند حد معين. هلا باسمة من بداية مرحلة الدراسية، من وقت ما كانت صغيرة ونحن مؤمنين فيها إيمان وثقة مطلقة بجدة واجتهادها إنه حتكون طالبة متفوقة متميزة. يعني ما كان عندنا أدنى شك بهالشيء. ما شاء الله. عندها جد وإصرار، عندها تحمل للمسؤولية، فهي يعني على مسؤولية عالية تجاه دراستها. فنحن يعني
شو هي المعايير، شو هي الخطوات اللي اتبعتها؟ حاطه هدف كبير امامها وطموحها عالي ما شاء الله، بالاضافه لثقتها بنفسها وقدراتها الذاتيه، انه هي بيطلع بايدها تتميز، انا قادره، انه انا قادره، في طموح، في اهداف. اي نعم. فالاهل دائما بينموا وبيعززوا عندها المعايير، فيعني مثل ما بنقول لها انت قد وقدود دائما، فيعني هالشيء كثير هذا بيوجه رسائل ايجابيه لذهنها انه هي بيطلع بايدها، ما في شيء صعب. قادره. نعم، يعني بتعطي رسائل ايجابيه، بتبتعد عن الرساله السلبيه انه صعب، ما بحسن، ما بيطلع بايدي، لا يعني لا، كثير ضروري الطالب، في دائما جد ومتابعه، دائما في امل، دائما في تفاؤل. اذا بدنا نحكي عن ابرز العوامل التي تساعد على تحقيق التفوق الدراسي، شو هي ابرز العوامل يعني من وجهه نظرك اللي اتبعتيها حضرتك مع؟ انا بعتبرها بالنسبه للطالب ليتفوق لازم يكون عنده ثقه كبيره بنفسه وبقدراته الذاتيه. اذا كان عنده هيك هالثقه هي، فبيشتغل بقوه انه هو بيطلع بايده وبيحسن. جميل. ثاني شيء بده يكون دائما عندها يعني ايمان وثقه مطلقه برب العالمين، بانه ما بيضوع لها تعبها ابدا. ودائما في تفاؤل وامل. هلا ممكن يكون في لحظات فتور خيبه، لا تخلو ابدا، لا تخلو موجوده، وخاصه بالنسبه لطالب عنا، طالب الشهاده الثانويه. سبحان الله هذا الفتور هو دافع فيما بعد، سبحان ليقوم الله، يبدا من جديد بقوه. جميل. ايه، فباسمة عندها نقطة قوة انه بتحسن اذا يعني فترة همتها ترد تبدا من جديد وترد تكون اقوى من قبل، لانه هي بتآمن بقدراتها يعني ما شاء الله، بثقتها بنفسها. طب هلا حاتوجه بسؤال لباسمة. ألف مبارك، الله يبارك فيك، النجاح وإن شاء الله دائما بالمراتب العالية. الله يخلي لك الماما والبابا، ما شاء الله. أكيد هيك في دائما متابعة حسيسة هيك لدراستك، لاستعدادك للامتحانات. اي والله طبعا. الاساليب اللي اتبعتيها حضرتك ولجأتي لها اثناء فتره الامتحانات وايضا من بدايه العام الدراسي، لو تخبرينا عنها، لو نتحدث عنها بشكل مفصل. تمام. هلا اول شيء بدي اقوله انه هو كل طالب له طريقه مختلفه اكيد عن الطالب الثاني. تمام. يعني طالب بكالوريا بالذات انه يحاول قدر المستطاع ما يتاثر بالمحيط اللي حواليه، لان هو بيكون اساسا يعني قابليته التاثر اكبر وحساسيته وكذا، بس لا يحاول انه كل واحد حسب طبيعته. صحيح. مثلا ساعات الدراسه امتى بيرتاح بالدراسه، في ناس بالنهار، في ناس بالليل، حسب طبيعه الطالب. ايه طبعا، لانه هذا الشيء ما فينا نعممه، حتى طريقه الدراسه ما فينا نعممها، لانه مثلا في ناس انه بترتاح اكثر للدروس الحفظ وكذا، وفي ناس لا الدروس العلميه والحل وهيك. بقى كل واحد حياخذ وقت بالدراسه حسب هو الدروس يلي بيرتاح لها، حسب يلي ممكن انه بيفهمها اكثر. اهم الطرائق اللي اتبعتيها خلال هالعام هذا خبرينا عنها. هلا خلال العام الدراسي قبل ما نفوت على شهر الانقطاع، انا من وجهه نظري كان مهم انه يعني جهز المواد اللي عندنا اياها ثاني يوم، لانه وقت بدك تسمعي الاستاذ كذا انه تكوني دارسه قبل الدرس اللي قبله، في فكره مسبقه. ايه طبعا، فساعتها بمشي على الاستاذ اسرع والفهم بيكون اسرع من هيك. بقى انا من وجهه نظري كانت احسن دراسه لليوم التالي، يعني مشان انه خلص جاهزه المواد يلي بدي اسمعها ثاني يوم، فبيصير كل المواضيع اسرع. جميل. علاقاتك مع صديقاتك كيف كانت؟ طبعا العلاقات كثير شيء مهم، وخاصه بهي الفتره، يعني نحن كلياتنا بنكون مثلا عايشين بجو من الضغط، جو انه متلبكين شو حنعمل شو كذا، بس يعني لازم انه الواحد ما يكون انه بخيل بمعلومه او مثلا انه ما بيساعد، لا، انه لازم نحن كلياتنا نكون انه بدنا نوصل سوا. بقى لازم انه نساعد بعض كلنا. طبعا لازم نساعد بعض قدر المستطاع. حلو، جميل. وايضا بدي اتوجه بحضرتك لنفس السؤال، حضرتك كمان الاولى على مستوى الجمهوريه العربيه السوريه بشهاده التعليم الاساسي لدوره 2023، ما شاء الله، ان شاء الله بنبارك لك بالبكالوريا مثل اختك الله يسلمها باسمه. فضه، خبرينا عن اهم الاساليب اللي اتبعتيها السنه الماضيه، ما شاء الله حستي على مرتبه عاليه بالشهاده التعليم الاساسي. بالنسبه لي كان يعني انا عندي يعني صراحه حب ميل اكثر للمواد اللي بدها يعني مثلا حل مثل الرياضيات والفيزياء، ميول علميه. ايه، فكنت هدول اجلهم للفتره المسائيه، انه حتى لو كانت طاقتي شوي يعني نازله بقدر امشي فيهم. جميل. كنت افضل المواد الحفظيه تكون الصبح اول ما في، وهيك يعني تكون اسهل علي دراستها، مصحصح وصاحي. تمام. نعم. ايضا بدنا نتوجه لحضرتك كمان بسؤال ايضا استاذ محمد، اهميه الاعتماد على الذات وزرع الثقه بالنفس لاي مدى هو مهم في التحصيل الدراسي، في التحصيل العلمي، وايضا في الحصول على افضل النتائج والعلامات؟ الثقه بالنفس يعني هي العامل الرئيسي صراحه، ومثل ما قلت لك يعني هذا موضوع يمكن موضوع فطري بيولد مع الشخص، مع الانسان. صحيح. هلا الدور هو تنميه هذا الموضوع،
يعني انا للاسف يعني ممكن يكون في انسان طبيعته شوي مهزوز، ما عنده هالثقه القويه. هلا هاي الخصله ممكن يعني الواحد يشتغل عليها ويقوي، يقول انا فيني حقق، انا الهدف هذا يعني ممكن تكون عبر اهداف مرحليه. نعم. انا والله بالانجليزي ضعيف بدي احسن حالي، بالرياضيات ضعيف بدي احسن حالي، يعرف نقاط ضعفه تماما يشتغل عليها. يعني ما يكون الواحد يستسلم فورا. صحيح. انه انا ما بيطلع بايدي. هلا بعض مثل ما حكينا يعني انا وصل بمجال الدراسي شوي ضعيف، ممكن بالمجال الفني اكثر. نحن كان عندنا اشكاليه كثير مع غنى، انه ما شاء الله حولها عندها ميول فنيه كبيره كثير يعني. ايوه ما شاء الله، في مواهب ومبدعه. كنا نخاف انه عمليا ما تاثر هذا الحكي على الامور الدراسيه، ولكن الحمد لله ما شاء الله كان في هناك حاله فصل. هلا موضوع الثقه يعني الله يحميهم من صغرهم عندهم ثقه، وباسمه بالذات يعني مثل ما حكيت من طفولتها يعني من فتره المراحل الاولى بعمرها واضح انه ثقتها بنفسها قويه الحمد لله ما شاء الله. مع العلم هي ما لها كثير يعني نقول اجتماعيه، يعني غيرها هلا مثلا اجتماعيه اكثر، ولكن بمجال العلم بمجال الدراسه باسمه عندها ثقه بنفسها. حسنت يعني في المجال العلمي ما شاء الله تماماً. مشيت بهذا المجال. ايه حسنت تستثمر ما شاء الله. هلا هون دور الاهل، نحن انه عمليا يعني انا عم لاحظ انه هي شوي المواد النظريه يعني مو انه بتخاف منها، ولكن بتحس حالها كمان مثل غنى انه بالمواد العلميه اقوى. بيبدعوا هون نحن ما بنقول لا انه بنوقف، يعني انا شو مشكلتي بالماده النظريه؟ بدها زياده ساعات دراسه، بدها كذا، يعني دورنا هون نقوي هذا الموضوع. وبشكل عام يعني هن كان يعني في تشاركيه بالنجاح الحمد لله، يعني حتى مع اصدقائهم يعني بتلاقي فرحتهم بنجاح اصدقائهم لا يعني لا تقل عن فرحتهم بالنتائج اللي كانوا عم بيحققوا، وكان التنافس ايجابي الحمد لله بشكل، وفي دور صراحه للمدرسه كمان بهذا الموضوع. لاي مدى مهم الدعم النفسي والاجتماعي بالعمليه التعليميه؟ جدا أيضاً مهم جدا، خاصه بمجال الشهادات. يعني للاسف نحن ما زلنا طبيعه اليه الشهاده الثانويه عندنا يعني مشكورين، يمكن وزاره التربيه عم بيحاولوا يطوروا هذا الموضوع، ولكن موضوع حساس، يعني سنه مصيريه عم تكون للطالب عم يتحدد فيها مستقبله. وهلا عم نشوف تجارب اخرى لما عم نسافر لما كذا، الاليات شوي مختلفه، نحن بحاجه تطوير مو بس المناهج، اليات التعليم بشكل عام. صحيح. هلا دائما عم بيكون ضغط هالشهر الامتحاني، اول 20 يوم تبع الامتحان، لا قدر الله حاله مرض، حاله توتر، وللاسف السنه كان يعني للاسف بتغيير النمطيه والاليه، انه حيكون دوره مأتمته، رجعوا بقرارهم لا ضلينا على النظام القديم، رد خلال ايام الامتحان تغيرت. هلا هذا الشيء وتر، يعني وتر بشكل عام الشريحه، حتى السنه النتائج كانت كنسب اقل من السنه الماضيه. هلا لاسباب ايجابيه اللي هو صار في حرص زياده على موضوع المراقبه وتسريب الاسئله والاتصالات والحكي تماما، واسباب سلبيه انه يعني على تمام يعني ما تم مراعاه الحاله النفسيه كثير للطالب. هلا هون نحن كاسره حاولنا قدر الامكان ترمموا هالنقص هذا، هالخلل هذا تماما، يعني حسب المستطاع. يعني نحن من اول يوم مثلا باسمه فاتت على القاعه، بتعرفي يعني القاعه فيها مدارس مختلفه، يعني مو بس صحيح. مدرستها هي متعوده على نمط انه انا كل واحد بورقته. هلا لما يصير حدا بده يحاول يستفيد معلومه او شيء يعني بتصير تشويش. صحيح. الحمد لله يعني هلا هي الحياه بشكل عام ما في شيء هيك وردي بشكل كامل، بدنا نحاول نوصل للحاله الامثل يعني خلينا نقول. والحمد لله كانت النتائج جيده والله يسر دائما. امين يا رب. ايضا استاذه اماني بدنا نتحدث مع حضرتك لاي مدى مهم الاعتماد على الذات وزرع الثقه بالنفس، خبرينا اكثر عن هالمعلومه. هو التفوق الدراسي قرار بتتخذه الطالبة نفسها، يعني فينا نقول وبيشاركوها مع الأهل والمدرسة بصناعة التفوق، فينا نقول التفوق صناعة أو فن وهندسة. صحيح. بس القرار بيكون من الطالب نفسه أول شيء. بيعرف إنه جده واجتهاده بشكل 99% من إنه يصل للشيء اللي بده إياه. صحيح. يعني يمكن بيبقى 1% لا ما في عامل الحظ والنصيب أو الصدفة أي احتمال، يعني بيبقى 1% بيقولوا عامل الإلهام والخيال. تماما. أما الجد والاجتهاد هو النصيب الأكبر له. تماما.
فهي وباسمة يعني بتشتغل بتدرس بذكاء مثل ما بيقولوا استخدام الذكاء العاطفي بالدراسة، انه بتشتغل بتدرس مقولة اعمل بذكاء لا بجهد. اي نعم، على هذا المبدأ. نعم. تفضل. يعني بتبذل جهد اقل بتركيز عالي فبتحقق نتائج افضل. فهذا كثير كان بيأثر عليها خلال العام، لانه ممكن يكون في جهود مهدورة. صحيح. طالب بيدرس ساعات طويلة بدون تركيز بيقول طب درست كثير ما في انجاز، ما حصلت نتائج، ما كان في تركيز عالي. صحيح. كانت تعتمد على هالشيء بالبكالوريا بهالحصة الدرسية، انها هي كثير بحالة تركيز مع المدرس الاستاذ او الانسه يعني. وايضا لاي مدى مهم الدعم النفسي والاجتماعي في العمليه التعليميه؟ اكيد. وفي اثناء تقديم الامتحانات. اكيد. فتره الامتحان. هلا اهم شيء مدرستها ما بخلت ابدا باي دعم، باي تقديم ادوات، وسائل تسهيل، كوادر اكيد كامله. اكيد كامله، وكلهم ساعدوها لانه مثل ما قلت لك بدها مساعده لصناعه التفوق. والاهل والاب والام اكيد يعني بيحاولوا يامنوا الراحه والاهتمام دائما بالظروف المحيطه يعني تمام. لا يخلو على احد الضغوط اللي بيعاني منها طالب البكالوريا، يوميا بحاجه لدعم نفسي، يوميا هو بحاجه. توجت بعلامات عاليه. الحمد لله. الحمد لله. ايضا بدي اتوجه بسؤال لحضرتك باسمه. كان سعيك وجهدك هو الوسيله لتحقيق النجاح؟ كان في جهد؟ طبعا بده يكون في جهد، لانه هي الطالب بحسها فتره طويله وفتره صعبه، بقى اكيد رح تجي اوقات انه هو يتعب او ممكن حتى يجي شويه يأس. صحيح. اجباري فتره طويله. هي تعتبري انه النجاح والتفوق نسبته 99% اجتهاد و1% الهام وخيال؟ اكيد. يعني اكيد الاجتهاد هو العامل الاهم، لانه يلي مرتب اموره مثلا من اول عام دراسي او من الصيف. ايه طبعا في تنظيم، يعني غير انه مثلا هيك فجأة بتذكر. في تنظيم وتخطيط للدراسة. أكيد. طبعا. تماما. وأيضا برأيك شو بيعني لك النجاح؟ النجاح اكيد هو شيء كثير حلو، لانه الواحد انه بيتعب كثير وبيقول انه حاعطي كثير، بس انه لحتى يلاقي نتيجة تكون مرضية لنفسه وللي حواليه ولكل اللي تعبوا عليه. يعني نحن أنا تعبت، أهلي تعبوا، ما بدي طبعا لهم أملهم، أساتذتي تعبوا. حلو كثير. أكيد يعني كلياتهم هدول إنه بتحسي إنه هي الهدية اللي لازم تكون بعد كل هذا التعب. طبعا الحلوة. تمام. وايضا سؤال لحضرتك، تعتبري انه بذل الجهد الكثير هو الوسيله الاولى لتحقيق النجاح ايضا؟ ايه طبعا. يعني مثلا الواحد مثلا بيحكي عن حاله والله انا ذكي وانا مجتهد، إيه لو ما اشتغل على حاله ما حيطلع نتيجه بالاخير. يعني اهم شيء الشغل. يعني كثير في عالم يعني بتقفز قفزه نوعيه مثلا كانوا بالابتدائي وقلب الاعدادي مو هالشطاره كلها، بس اشتغلوا كثير على حالهم مثلا بالشهاده وطلعوا الحمد لله. فيعني اي حدا بيشتغل على حاله ممكن يوصل وما في شيء مستحيل. اكيد. بدي ارجع لحضرتك استاذ محمد، اذا بدنا نحكي على الصعيد الاسري، كيف يمكن للاباء ان يؤثروا سلبا او ايجابا على الابناء اثناء فتره التحضير للامتحانات؟ والله نقطة مهمة. لا، التأثير السلبي بيكون انه نحن لنا تجربة سابقة وكلنا طلاب وقدمنا بكالوريا ودرسنا جامعة. هلا انا شئت ام ابيت لا شعوريا مهما كنت على درجة مثلا من الوعي او الثقافة اكيد بدي انقل تجربتي، انه انا والله كنت ادرس بالليل، كنت ادرس على البلكون، كنت ادرس بالمدرسه بالمكتبه. اسقاط التجربه. هلا هي يعني لها جوانب ايجابيه بس لكن لها جوانب سلبيه، خاصه نحن مع تطور وسائل التكنولوجيا الحياه عموما يعني، واللي من جملتها الدراسه، مقومات الدراسه. يعني نحن مثلا وسائل التواصل الاجتماعي ما كانت نحن بفترتنا، صحيح ما لنا كبار كثير بس يعني ما كانت موجوده. هلا يعني نقل انه انا لا برايي انه لازم كذا، رايي انه لازم هلا تنامي وتفيقي كذا. هلا ما بخفيكي يعني احيانا لانه متوترين نحن مثلهم، يعني كمان الاهل في توتر انه يعني معقوله لهلا ما فقتي، لهلا ما درستي. صحيح. هلا هون يعني هي من احد السلبيات. هلا الايجابيات طبعا انه نحن الدعم اللوجستي المفروض للطالبه او للطالب عموما يكون كامل. يعني انا مثلا اوفر له جو مناسب قدر الامكان. يعني نحن كمان ظروف المجتمع بتعرفي متفاوته يعني. صحيح. يعني انا قدر الامكان شو فيني اساعد قرايبه يساعدوا يدرسوا شغله تعبان فيها، ممكن ماده معينه بدها ساعات اضافيه للدراسه، هي يعني دور الاهل فيها وتنظيم. يعني انا عمليا مثلا فبتعرفي امور الحياه اليوميه فيها تشاركيه بشكل عام. يعني طالب الشهاده او طالب الدراسه او طالب فتره الامتحانات يعني المفروض يتوفر له بعض الامور اللي شوي
يعني نخفف الضغط اللي كان عليه. يعني انا السنه مثلا اخذنا قرار انه طبيعه عملي كان عندي سفر لاوروبا، قلت لهم لا كلكم حناخذكم. طلعنا عليهم كانت معارضه باسمه انه أيوة. انا شو عم تحكي بكالوريا وكذا. كانت اسبوع زمان، اعتبرتها انا انه انا بدي اكسر، لانه هي صار لها عم تبدا تحضير من الصيفيه. يعني بلشنا لفتره ايوه انه في تمام وخاصه انه انت بتكوني عم تخططي لشيء كمان مستقبلي. صحيح. يعني انا بحكم تجربتنا بالحياه وكذا بنعرف انه حيلزمنا لتطوير دراستنا، نحتك بثقافات ثانيه، نجيب تحصيل اعلى. أكيد. هذا الشيء يعني بده الواحد يجهز له ارضيه من هلا صراحه. إيه هلا هون مثلا كان الاجراء وحتى بايام الفحص هي انه انا في فتره غيابي هالاسبوع زمان اثرت علي. لا طولي بالك كذا. في يعني الاهل لهم نظره، صحيح، والطالب له نظره. هلا نحن الوصول لتوافقيه بين النظرات يعني هي اللي بتحقق النتيجه المثاليه. والاخير توكل على رب العالمين. أكيد. يعني نحن عمليا متكلين على الله، عم نقدم اللي بنحسن نقدمه. الله يقويكم ويعطيكم والاخير توفيق من رب العالمين. وهي البكالوريا يعني نحن يعني من 2900 انا اعتبر شريحه من 2700 لل 2900 صراحه هن اوائل. يعني نحن هالاجزاء بالعلامات اللي عم تتفاوت فيها الطلاب ما بتتخيلي انت حجم. يعني ما شاء الله نحن ما شاء الله وفضل من الله الشهادات السوريه قويه يعني. وهذا الشيء كمان التميز للانسان السوري بالعالم الحمد لله يعني واضح للجميع. يفخر به. يعني نحن لو عم نقارن مستوانا التعليمي حسب الامكانيات للاسف اللي بنعيشها هلا الحمد لله يعني ما زلنا، وهذا شيء تاريخيا يعني نحن بمهد حضارات. صحيح. يعني بلادنا الحمد لله عبر القرون والتاريخ من قبل الميلاد وقدمت حضارات. هذا كله في مورثات وفي جينات عم نتنقلها. صحيح. يعني هذا الحكي الحمد لله موجود. ابداعاتنا لا تزال ابدا يعني نحن الظروف الصعبه اللي مرينا فيها يعني يمكن حالات ثانيه تتدمر هي الامور. نحن لا الحمد لله بقينا صادمين وبقينا عم نطمح لكل ما هو باحسن مستوى باذن الله. يا رب الله يقويكم. بدي اتوجه بحضرتك لنفس التجربه اللي قالها. التجربه هي ممكن نقول هي المخطط يلي كنتي حاططيه صار في خلال هالمخطط هذا او هالخطه الدراسيه؟ ايه اكيد، لانه مثل ما قالت لك انا كنت كثير بعتمد على الحضور بالصف. أيوة. وعلى التركيز مع الاستاذ، وانه يعني هذا الشيء كثير بخفف من وقت الدراسه. قدرتي ترمميها الفتره هي بصعوبه؟ حاولت، رفقاتي ساعدوني، ساعدوني. ايه هي بصعوبه لانه يعني نحن كنا بفتره بتلاقي انه كله مستعجل، بدنا نلحق المنهاج، بدنا نفوت عشان انقطاع وكذا. والوالد حب يكسر لك شوي من الرهبه، يكسر لك من الضغط. تاخذها بجانب ايجابي انه بتغير جو، بترجع بترجع بقوه، بترجع بدافع. من زمان من بدايه الصيف هن متعرضين لضغط فتره طويله. يعني اذا الواحد معلش يترفه فتره بيرجع بقوه، بيرجع بنشاط وبقوه. يعني صح، بس هي ممكن انه لانه هي اساسا فتره توتر. صحيح. بقى اذا بتحسي حالك قصرتي اكثر لا بيزيد هذا التوتر. صحيح. ممكن بيزيد الخوف، لانه في خطه معينه انت ماشيه عليها. ايه طبعا عدت على خير الحمد لله ما شاء الله. عدت على خير تماما. ايضا بدي ارجع بنفس السؤال لحضرتك اللي توجهنا له فيه الاستاذ حسام محمد. كيف بيأثر الاباء سلبا او ايجابا على الابناء اثناء فتره التحضير للامتحان؟ هلا بالاضافه للي قالوا انه بنقل القالب الجاهز اللي عشت فيه بدي طبقه على اولادي، يعني ممكن يكون في جوانب ايجابيه بس هو سلبي اكثر يعني. لا الطالب اليوم له خصوصيته، تغيرت الادوات، الوسائل، تغيرت طرق التعليم. يعني ما فيني افرض عليهم طريقه هي. لابد من اعطاء الطالب هامش كبير انه يدرس بالطريقه اللي بلاقيها مناسبه له ومناسبه لزمانه ومناسبه لاصدقائه. يعني تغير الزمن، ما فينا نقول ما فينا مثلا نمنع الجوال مثلا دخل لحياتنا، بس ممكن نرشد استهلاكه. صحيح. وخاصة إذا هي عندها وعي باستخدامه. تمام. فممكن نعمله مكافأة بعد ساعتين دراسة، 3 ساعات دراسة يكون مكافأة. نعم بعد الإنجاز، فبيكون حلو وإيجابي. فكرة حلوة جميلة. مثلا بتحب تمارس رياضة، يعني دائما لازم يكون في فواصل. صحيح. راحة لجسدها، راحة يعني ضغط ما بيعود فيه تركيز ولا إنتاجية عالية. صحيح. وفي موضوع مهم انه ربط، يعني نحقق عند ذهن الطالب ربط موضوع طلب العلم بالعباده. هذا كثير بيخليه بحاله مطمئنه وراضيه ومريحه.
تمام. يعني من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهو أحد طرق الجنة طرق طلب العلم، ويقال أقصر طريق للجنة. فإذا ربط مفهوم طلب العلم بالنية والإخلاص لله تعالى فبشعر أنه بحالة عبادة سيؤجر عليها. حياخذ علامة اللي بيستحقها إن شاء الله بالدنيا، وبنفس الوقت له مكانة وأجر عند رب العالمين. ما بيضيع تعبه إن شاء الله. إن شاء الله، لأنه رب العالمين ما بيضيع مثقال ذرة. وبنفس الوقت يعني بخفف وطلب العلم فريضة أيضا. أكيد طلب العلم فريضة. بخفف من أثر الخيبة إذا شعر إنه بذلت جهد ما جبت العلامة المكافئة لهالجهد هون. لا، نحن بنقول له إنه شو ما جبت فهذا خير، هذا خير، وأيما المجال اللي حيدخلوه هلا إن شاء الله بيكون لهم خير يا رب، وبيحسنوا يتميزوا ويتفوقوا بأي مجال يا رب. يعني دائما في أمل، في تفاؤل، يعني دائما في فرص. دائما في فرص أيضا بأي مدى مهم الحديث بلغة إيجابية عن الامتحان؟ أكيد. وتشجيع المتعلمين أنه يصرحوا بكل مخاوفهم عند الامتحان وما يعتريهم من ضغوطات نفسية. طبعا. بأي مدى مهم هذا العامل؟ يعني لازم كثير نحكي عن أهمية العلم، أهمية العلماء، قدر العلماء، نعم. قدر العلم بمجتمعنا، أنه يعني لا يستوي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما بيتحقق هالمفهوم بذهنها انه هي بتحقق مكانه عاليه، بتزيد يعني تحقيقها لذاتها، تقدير الاخرين لها، احترام الاخرين، مكانتها عند رب العالمين، فبتعرف حالها انه هي وين ماشيه، يعني طريقه للتفوق. إن شاء الله يا رب. أيضا بدنا نتوجه بحضرتك لنفس السؤال، الحديث بلغة إيجابية عن الامتحان، ودائما نكسر على أولادنا هم الامتحان، الضغط الامتحاني، لأي مدى هو مهم ولأي مدى يبوحوا هن بمخاوفهم بتوترهم لأهاليهم ليخففوا لهم من عبء هاي الضغوطات النفسية. طبعا هلا هي الامتحان هو يعني هو خلاصة هالفترة الطويلة اللي تمتد لسنوات احيانا من الدراسة والتحضير. نعم. يعني النتيجة حتكون بعد الامتحان، واللي هي بتميز فيه بين مستويات الطلاب وبين تحضيرهم وبين جاهزيتهم. اكيد التوتر والقلق بفترة الامتحان يعني شغلة طبيعية وموجودة، نحن بشر. تمام. بس انه عمليا ما نكون اسيرين لهذا الموضوع، يعني ما نكون يوصل علينا لدرجة الرهبة والخوف. هو مرحلة من مراحل عديدة بحياتنا، وهي محطة من محطات عديدة حنمر فيها بحياتنا. محطة عبور. تماما. يعني هي نحن امتحان الثانوية العامة في وراء حياة جامعية، في وراء امتحان حياة جامعية، في وراء تحصيل شهادات عليا، في وراء حياة مهنية، في وراء تأسيس أسرة. يعني نحن هي المحطات هي الامتحان. يعني نحن ما نخفف دوره او نهمش التوتر فيه، ولكن كمان نحطه هو بسياقه الطبيعي بهالحياه. يعني هو محطه ومحطه حساسه بحياتي. يعني انا مثلا مثل انا بشهر رمضان بعده العيد، مثل رأس السنة هو يوم محدد نغير فيه التاريخ، مثل أنا عيد ميلاد الشخص هو يوم كبر فيه سنة. صح. كمان هو الامتحان هو محطة فترة من العمر تماما، إلى رهبتها وإلى ظروفها. أنا يوم بعرف حالي محضر حالي بشكل سليم وصحيح، يعني بدي يكون جاهز في بكير قبل بوقت، تنظيم للأمور، يعني اكل لقمه بسيطه، نظم وقتي، روح باريحيه، روح قبل بوقت. يعني احيانا المراكز بتكون بعيده، يعني كل هاي الامور ما يعني طريق ممكن يكون مزدحم، ممكن في لا قدر الله حادث معين، ما اترك حالي للمفاجات. فهي كلها الاولويات بده يكون من ضمن تنظيمه. يعني واحد درس هالمواد وحاطط بباله هالسقف اللي عنده اياه، اكيد بده يكون مجهز كمان لهي المحطه. كله بده يعني للاسف انا والله كان يعني بعتذر اول يوم طبعا نحن كنا موجودين يعني. نعم. والاهالي كلهم قلت لك صاير الامتحان البكالوريا للاسره كلها مو بس للطالب. امتحان للاسف انزعجت من بعض الاشياء، انه في طلاب جايين يا حرام مركزهم مخربطين بالمركز. الله وكيلك توترت انا اكثر من الطالب او اهله. يعني انا مثلا مركزي كذا مخربط باسم المدرسه، او احيانا في منها غير منطقه. حرام. يعني هاي الامور يعني المفروض من البديهيات. يعني انا اكون اخذت بطاقتي الامتحانيه عم بيعطونا اياها قبل بوقت، بعمل زياره بشوف انه طريق المواصلات الاسهل الانسب، شو الوقت الانسب، بتشارك مع حدا من اصدقائي. فاذا هو محطه جوا معي اقلامي، معي بطاقتي، معي محضر حالي، يعني تحضير والتهيئه تماما. يعني هي امور لوجستيه المفروض ضروريه يعني. صحيح.
تماما. ايضا بدي اتوجه هلا بسؤال لحضرتك، حاليا نحن على ابواب الدوره التكميليه للشهاده الثانويه، ما هي الاساليب التي تساعد الطالب على اجتياز هذه المرحله بنجاح واليه التحضير الصحيحه؟ هلا هو الطالب بهي الفترة انه تبع طلعت النتيجة وخلص الفحص وهيك، بقى ممكن انه بحس حاله انه هل انا فعلا عندي طاقة اني ارجع ادرس مرة ثانية وارجع انه بدي فوت على تجربة فحص. صحيح. وهيك ممكن انه بحس طاقته اقل من قبل، بس يعني الواحد بده يقول انه هي فرصة بالنهاية، يعني الفرصة ممكن كثير انه تصيب وممكن انه الواحد يستفاد فيها. هلا هو التكميلي قرب هلا، بس لسه ما بلش دراسه وهيك، بقى ما بعرف انه هل بدي ادرس كدراسه نظاميه مثل شان القطاع ولا هي كمراجعه للماده. يعني نراجعها كانه فايتين على الفحص. هي دراسه ايه، بس بالنهايه ممكن انه نحن عايدين المنهاج ودارسينه، بس ممكن في ثغرات كذا، ممكن انه خلص نحاول كلياتهم انه نكون ما ملمين فيهم وهيك، فبركي انه بفرصه ثانيه بيكون طالب احسن. يعني ايضا لاي مدى مهم اداره الوقت وتنظيم عدد ساعات النوم وايضا واعداد جدول دراسي متزن بحيث لا تقل عدد ساعات الدراسه عن 6 ساعات يوميا، مع الاعتدال في توزيع الجهد، لاي مدى مهم اداره تنظيم الوقت بهالمرحله؟ تمام. هلا طالب البكالوريا وتفوت عشان القطاع بالذات رح يلاحظ انه اهم عامل هو ساعات النوم، يعني ممكن هذا اهم عامل بيعذبه. ناموا لتتذكروا. صح. ممكن مثل ما قلت لك قبل انه هي بالنهايه تجربه ذاتيه، يعني لازم الواحد قدر المستطاع ما يتاثر باللي حواليه. بقى ساعات النوم كثير مهمه، لانه حتى ممكن مو الذهن انه بيتعب وكذا، بقى احيانا بحس حالي انه انعست اكثر من العاده وهيك. بقى ساعات النوم كثير مهمه انه تنتظم مشان يكون في كفاءه بالدراسه ويكون في تركيز. واكيد مهم كمان انه الواحد يحط جدول، وممكن هذا الجدول كثير انه يتغير، يعني مو شرط ابدا انه يكون ثابت. التزمتي بالخطه من اول الفتره للاخير ولا غيرتي بالبرنامج؟ لا، غيرت كثير بالبرنامج. ما صار عندك نوع من الخوف، نوع من بلا طبعا الخوف اجباري، وكل ما بيقرب الفحص كمان الخوف كثير اجباري، والملل وهيك كل شيء هدول. بس الفكره انه اذا الواحد درس بدون جدول بدون شيء ممكن يضيع الوقت بدون ما هو يحس، وكل ما بيقرب الفحص الوقت بيكون له اهميه اكبر. الوقت طبعا بينظم انه المواد، انه ممكن مواد يكون حاسب لها وقت تاخذ وقت اكبر، ممكن تاخذ وقت اقل. بقى لازم يكون في انه جدول مشان ما يضيع الوقت بدون ما انه هو ما يحسبه شيء. ايضا غينى، اهميه تنظيم الوقت واعداد جدول دراسي متزن بحيث لا تقل ساعات الدراسه عن 6 ساعات يوميا، لاي مدى هو مهم ولأي مدى مهم تحديد ساعات نوم من مبدأ ناموا لتتذكروا؟ طبعا. تفضل. هلا بالنسبة لي يعني أنا كنت ما فينا يعني نوحد برنامج دراسي مثلا 7 ساعات، ممكن أنا آخذ 9 لحتى تفوت لعندي المعلومات اللي بدي إياها. أنا كنت فضل أحط إنه كمية دراسة أنا هي بدي أخلصها اليوم، وما بيهمني قديش أخذت وقت، يعني المهم تخلص، ولو ما خلصت ساعتها حيكون في خلل. يعني تلزم نفسها وألزم نفسي تماما، يعني ما أكون إنه يعني خلصوا مثلا 6 ساعات وانا مالي خالصه الكميه، شو استفدت؟ لا، احسن انه احط الكميه اللي بدي اياها وتاخذ وقت قد ما بدها. ايضا بدنا نحكي مع حضرتك عن اهميه الغذاء الصحي السليم في تحفيز الذهن على التذكير والتحصيل الدراسي والابتعاد عن التشتت. مثل ما بنقول غذاؤنا ودواؤنا. تفضل خبرنا استاذ محمد. طبعا هون يعني وعي الاسره ووعي الطالب بحد ذاته، انه يعني مثلا نحن بنعرف في بعض الأغذية شوي مضرة ولكن دارجة. صحيح. الأمور المهدرجة هلا يعني أنا ما بوقفها نهائيا، لأنه يعني أحيانا فيها متعة، يعني نحكي الواقع. يعني أنا يمكن بمجال نقلل منها. تمام. يعني يلي عم بيصنعوها عم بيسووا لها بشكل يخلوها، يعني نحن في بعض الامور ما بدنا نحكي عليها مشان اصدقائنا ما يقولوا عم نحكي على منتج. اكيد شوي يعني بتاثر، يعني هي ما صحيه. لا نمنع وانما نقلل. تماما. بالمقابل مثلا هلا كان والدتها يعني لها كثير بامور الذاكرة يعني هي الامور الطبيعيه اللي ربينا عليها. هلا حسنا ندخلها هيك شوي شوي ضمن برنامجنا اليومي، ضمن حياتنا اليوميه. حبه جوز مثلا، حبه زبيب، كذا. هي الامور اللي
يعني نحن عم نقرا، لانه انا عمليا انه بدي اعرف شو الشيء الافيد لتنشيط الذاكره لهالامور. تناول التمر ايضا تماما، التمر الامور اللي هيك يعني الرسول وصى فيها كمان عليه الصلاه والسلام. الحمد لله، يعني ما يكون في تخمه كمان، لانه كمان هي عم تذهب الفطنه تماما. صحيح عم نحاول نخفف وزننا، ما عم تزبط معنا، ولكن قدر الامكان بالنسبه لطالب البكالوريا هلا بنوصل لمرحله حتى احيانا على فترات السهر او القعده الطويله او الكذا، يعني ممكن الطالب لا شعوريا، هي حالات مختلفه، يزيد شوي اكله لانه عم يحرق مجهود والله أنا زاد وزني، الوزن يصرف طاقه. ايوه، في عالم بالعكس بتخف شهيتها مثلا. حسب هون بقى حسب حاله كل طالب، يعني المفروض الاهل يراقبوا هذا الموضوع بشكل كامل. يعني انا بدي الخلاصه اللي تجيب له نتيجه للولد ضمن المتاح، يعني ما بدنا شيء نحن هيك اوفر فائض. صحيح. بس كمان بدها رقابه، يعني انا عمليا بكره عنده فحص، يعني ما تكون اكله لا دسمه كثير قبل بيوم، عذرا يتلبك هو بقاعه الفحص صحيح، ضبط العمليه تماما يعني لا تكون اقل ولا تكون اكثر، وتكون نوعيه، النوعيه ضروريه جدا. أكيد. يعني اجى على باله اكله معينه، اوكي ان شاء الله بالحد الادنى من هالامور اللي بنعتبرها غير صحيه للاسف، ولكن يعني طالب البكالوريا او طالب الشهاده بشكل عام بيخطر بباله شغلات غريبه عجيبه، يعني لازم يعني عذرا مثل الامراه الحامل هيك بدك تحققي لهم وصفات معينه ابدا وصفات معينه بيخطروا ببالهم اشياء. اي والله فعلا. ايضا بدي اتوجه لحضرتك استاذه ايماني، باي مدى مهم انه نبتعد عن الاشخاص السلبيين وايضا عن المقارنات، من مبدا المقارنات مهلكات. اي نعم. كيف بتتعاملي مع هذا الموضوع؟ يعني كأم حضرتك مثل ما قلت لك انه بيكون كل طالب له خصوصيته وطريقته. بعض الناس اللي بيقولوا انه بينافس بيرجع ضمن المقارنه. لا ما لازم يقارن، لا مثلا حتى نحن بالبيت نفسه مو اخوات، يعني لا شعوريا نقارن ببعض لانه اخوات والتنتين متميزات متفوقات الا ما نقارن. صحيح. بس سبحان الله كل وحده لها اسلوبها ولا طريقتها ابدا، يعني بشكل مختلف. فنجي نتسرع ونقارن ونقل عليها، بس لا لازم يعرف انه له خصوصيته كل طالب. وطبعا ما بيقارن باقرانه بالعائله او بزملائه او لا ابدا، لانه كل انسان عنده طاقه ظاهره وطاقه كامنه. فالناجح العادي بيستخدم طاقته الظاهره الموجوده للكل. كيف المتفوق بيتميز؟ بانه بيحسن يستخدم طاقته الكامنه او قدرته عند اللزوم. يعني مثل ما قال لك حاولنا انه يدرسوا بظروف صحيه سليمه، بس ما في ظروف مثاليه، معلش بدنا نحكي انه بايامنا هي. فالمتفوق كيف بيتميز؟ انه بيطلع قدرته الكامنه بظروف غير مثاليه. يعني مثلا الطالب حلو، يعني الناجح عادي بيدرس هو ومرتاح ومعلش شبعان ونايم منيح نوم كافي، بس كيف بيتميز؟ انه مثلا نعسان بيحسن يدرس، مثلا جوعان بيحسن يأجل شوي، هون بلش يتميز ويورجي انه هو متفوق ومتميز. يعني لانه قد ما حاولنا بدنا نقول انه يعني ما في ظروف مثاليه. صحيح 100% تمام. وطالبنا بعتبره انا يعني وبارك لكل الطلاب ولكل اهاليهم، يعني كان عليه ان يكون ديناميكيا جدا بالتعامل مع انه طلع قرارات مفاجئه، تغييرات، انتقل مثل ما قال لك من الاسلوب العام للاسلوب الاتمتي. صحيح. اخذ من وقتهم تقريبا شهر ونص، تغيرت طريقه دراستهم يعني وبذلوا جهد كانت انه كثير مريحه يعني. صحيح. بعدين رد كان ديناميكي بالتعامل مع التغيير من اتمته لعادي. هالشيء اخذ من وقته الحقيقه يعني. صحيح. بس تحدى حاله، تحدى نفسه، انا بعتبره بيتحدى بيحارب، بعتبره الطالب السوري بيحارب. هذا لحاله هو تحدي. اي نعم. فانه حارب وتحدى وحسن بسنه كانت يعني لا يخلو على الامر انه فيها كثير من التغييرات. تمام. وماذا عن أهمية عدم ربط التفوق الدراسي بحصد أعلى معدل؟ قديش بيسهل على الطالب الدراسي وبهيك بيخفف من ضغوطاته النفسية؟ أكيد. هو نحن قد ما قلنا دائما بيطمح للعلامة الكاملة وبيسأل رب العالمين العلامة الكاملة، وطبيعي جدا يعني. بس في لحظة بده يسلم فيها، يعني في لحظة ظهور النتيجة بده يسلم فيها انه هذا اللي الله اختار له اياه، وانه مو معناته الله ما استجاب له ابدا، بالعكس اختار له الخير وفي تفاؤل وفي امل وفي ثقه برب العالمين، وانه حيبدع بمجالاته اي ما كانت، بس دائما هو بيطمح للعلامه الكامله، بس لما ما بتجي المفروض يكون رضيان ومقتنع يعني. وايضا نفس السؤال لحضرتك من باب موضوع المقارنات. هلا نحن كان الموضوع بالبيت الداخلي. ايوه. البركه باسمه بمرحله التعليم الاساسي لما قدمت كان ناقصها علامه على العلامه التامه. السنه اللي وراها كان غنى عندها الشهاده. هلا بالاهل القرايبين عمتها خالتها انه لا تضغطوا كثير على غنى، يعني كل واحد له قدرات يعني تماما. خافوا انه
تتوتر او زي البركه ما شاء الله سكرت المعدل كله ما شاء الله. هلا هون صار عند باسمه كمان في ضغط انه نحن يعني بوضع السنه الماضيه عم تكون مقارنات بناءه الحمد داخل لله البيت. ولكن كمان بتاثر جميل. يعني انا ما بخفيكي السنه الحمد لله طلعت النتائج وبمجموع عالي جدا ما شاء الله. الاغلبيه عم يتلقوا الخبر وكانه نحن يعني جزء منيح انه مو العلامه الكامله يعني صار السقف عالي وعالي جدا. هلا الحمد لله هي مثل ما قلت لك يعني حتى التمايز بهالشريحه هيك ال20 علامه بظل هالظروف هن متقاربين بشكل عام لكل نجاح متوج كل الطلاب تماما. أكيد. يعني انا الطالب اللي ما شاء الله وصلان لهالعلامات في شغلات لا تذكر ابدا يعني حتى في اجزاء لان نحن بحسابات المواد في امور يعني ممكن يكون فيها خلل بادخال العلامه بخلل بالتصحيح او ممكن يعني ظرف او خلل انا نسيان اكتب شغله نسيان نقطه نسيان وحده موجوده هي الامور. نفس السؤال لحضرتك توجهنا فيه للاستاذه اماني أهمية عدم ربط التفوق الدراسي بحصد اعلى معدل. تماما كم يخفف على الطالب من الضغط؟ مثل ما قلت لك يعني نحن الانسان عليه يقدم كل اللي بيحسن عليه تماما. اما النتيجه ما هي الفاصله يعني انا مع احترامنا لكل الاختصاصات الجامعيه بكل اختصاص انا يوم دخلت على كليه العلوم كان الله يذكره بالخير عميد الكليه طلع هلا في كثيرين ايام انه المفاضله وطالع له كيمياء وكذا ما كانت بهذيك الفتره اخذه حدا قال انه في حكمه ليس الحكيم من يفعل ما يحب ولكن الحكيم من يحب ما يفعل. يعني انا مثلا كان بودي ادرس هندسه بودي ادرس طب بودي ادرس فتت باختصاص معين كل الاختصاصات هي مهمه للمجتمع وكل الاختصاصات ضروريه وكل الاختصاصات بيصير فيها تفوق. يعني البكالوريا ليست هي نهاية العمر. أنا مع احترامي كل المجالات هندسة طب معاهد نحن بدنا كمان لكن بدنا معاهد متوسطة بدنا حرفيين يكون في تنوع بجميع العلوم لكن هذا شيء ضروري ومثل ما حكينا ببداية الكلام الموهبة ليست فقط هي دراسة يعني نحن صحيح حلقتنا على التفوق بكثير نواحي من الحياة. أنا إذا متفوق بمهنتي متفوق بحرفتي متفوق بتعاملي مع العالم متفوق بكثير أمور هي كلها تسجل تماما بقى أنا ضغط إنه أنا لازم أوصل للعلامة الكاملة يعني أنا بعتبره شوي ضغط مو منطقي. يعني نحن بنسعى دائما أكيد بنسعى خاصة عم نحكي بشريحة المتفوقين تماما ولكن ما هي نهاية الحياة. يعني أنا عم بطمح للتحضيرية أو للطب البشري بحكم أنه هي بمجتمعنا هي أعلى الاختصاصات صحيح. بس مو يعني أنا إذا كنت مهندس ناجح أو إذا كنت محامي ناجح أو إذا كنت مدرس ناجح أو إعلامي ناجح كل هاي الاختصاصات صحيح. هي ضرورية وضرورية جدا ولكن نعود إلى الميول أولا تماما يحقق الإبداع تماما. يعني هلا نحن ما شاء الله غنى عندها يعني ما شاء الله. كل الوسط بيعرف انه عندها ابداعات بامور الفنيه وامور خلينا نذكر شو الابداعات صار عندي فضول اعرف. تفضلي. يعني صراحه يعني كثير بميل انا للرسم بحب ارسم كثير شخصيات يعني كمان ما شاء الله خيال واسع ذات خيال واسع وفيعني بحس انه انا ممكن ابدع بهذا المجال اكثر من مثلا لو فتت طب انه ما في داعي يعني خلص كل واحد بشو ممكن يبدع اكثر هو الانجح بالنسبه له لا الانجح ممكن اعمال يدويه مثلا اعمال يدويه تتفنن وبتصنع شغلات كثير حلوه امور بسيطه بتلاقيها بتصنع ما شاء الله شغلات ما شاء الله مبدعه. هلا نحن بنقول لها فوتي طب وخليكي عم خليها هي هوايه غير الشهاده العلميه دائما يعني ما شاء الله. بالنسبه لغينا لباسمه شو الهوايات الثانيه باسمه شو المواهب الثانيه الموجوده عندك؟ مواهب ممكن انا كنت خفف عن حالي انه انت اذا قصدك مثل انه وقت الدراسه وكذا لا ما عندي كثير ميول برسم بهيك ممكن خفف عن حالي باغاني يعني مكافآت بسيطه بتصير بالفتره تبع الامتحانات او بالامتحانات هي اللي بتخلي الواحد انه يرجع يجدد تطلعي من ضغطك النفسي طبعا تروحي لشيء معين لحتى يقدر يجدد تركيزه ويجدد طاقته. لا تعتبر هوايه وانما تخفيف ترويح عن النفس تخفيف هوايات علميه بس ما شاء الله باسمه بتحب الدراسه اكثر تستهويها للرياضيات حل المسائل اكثر يعني كانت صغيره حابه
تكون رائده فضاء. على مبدا الله خلق اخين ما خلق طبعا. سبحان الله ولكن ما شاء الله الجميع يصب في التفوق والنجاح. الله يخليك. نعم، اذا بدنا نتحدث ايضا عن الايجابيه، اهميه ايجابيه مع حضرتك، بدنا نتحدث استاذ محمد، اهميه ايجابيه، اهميه التفاؤل وتذليل العقبات، لاي مدى هي تسهم في تعزيز دافعيه المتعلم تماما، وايضا تحفز القوه الكامله لتحديد الاهداف والوصول لها. تماما. هلا نحن الايجابيه ونحكي بالطاقه الايجابيه، الطاقه الايجابيه عموما هي بتنعكس ايجابا يعني على الطالب وعلى المحيط اللي حواليه. اكيد. لانه انا عمليا نحطه تحت ضغط، حققت ما وحصلت نتائج، ضغط نفسي. هذا الشيء مرهق واحيانا يعني طبيعه الطلاب هلا شوي باسمه عندها ردود افعال انه يعني ما حقول عنيده، ولكن انه ردود افعال اصرار وليس عنف، انه خلص انا عارفانه شو عم بشتغل، وبالفعل نحن بنعرفها انه هي بتعرف شو عم تشتغل، بتعرف تنظم. معناتها حنصنفها بانها مصره وليست عنيده. تماما في اصرار انه انا يعني ضامنه، والحمد لله النتائج بتحكي. يعني نحن ما عم نحكي عن نتائج بس البكالوريا، عم نحكي عن نتائج حياتها الدراسيه عموما. انه انا عرفاني ارتب اموري، انا بكثير من اللحظات يعني انا اتوتر وافقد انه خلص نحن حتضيع السنه على هالترتيب. صحيح. يعني هذا الحكي ضمن ايام الفحص. اول امبارح اختلفنا على معاناه الاهل، لا توصف معاناه الاهل. بقى دورنا نحن قدر الامكان، كمان نحن بشر يعني، كمان الاهل عليهم ضغوط مثل الطلاب تماما. صحيح. يعني اوقات لا يتدخلوا الاهل كثير، يعني اوقات ادعو الاهل انه ما يتدخلوا كثير، الطالب تدخلهم ايجابي يعني وبسيط، انه اذا كثير كمان تدخلوا بشكله عبء على الطالب. يعني مو ناقصه عبء الطالب، بكفي مدرسته، بكفي يعني هو عايش بالجو طول النهار، كمان يجوا اهله يعني كثير بيصير. بس كمان بس كمان هي القصه يعني نحن ما نحكي بسواسيه بالنسبه للطلاب. هلا انا اذا بدي اعمم يعني انا بحس احيانا طالب يعني انحرف كثير عن المسار الصحيح، لا لازم انا كدور كاهل كمدرسه انه لا انت عندك يعني بعدت. يعني انا مثلا ما درست الدرس اول مره، ثاني مره، ثالث مره، يعني للاسف عم نحكي على الشريحه العامه يعني بشكل عام، مو شريحه المتفوقين. لازم يكون في دور للاهل انه اعاده للمسار الصحيح باللين، يعني باسلوب علمي، باسلوب منطقي، بطاقه ايجابيه. الطاقه الايجابيه ضروريه يعني فعلا. انا ما اوتر الجو، ما اوتر الاجواء. اي يعني لازم انا اكون صديقه لابني، كان لازم لابني او بنتي. يعني نحن بايام الفحص والله بنتين ثلاثه حبوا يطلعوا مشوار يشربوا كاسه عصير كذا، لا يمنع. يعني انا صرت شوفير، لا تكرمي واخذها ورجيها. هذا الشيء يعني واجبنا يعني، وهذا الدعم اللي ممكن نقدم له اياه، بغض النظر احيانا ممكن بعض الامور يعني طلعت النتائج عم تتابع نتائج صديقاتها اكثر من انه نتيجتها. طبعا علاقه قويه لانه كلياتنا كنا سوا بالجو، يعني مشينا سوا بطريقه اجباري، ان شاء الله حققوا نفس النتائج الحمد لله. تفاضلوا باجزاء بسيطه وبيزعلوا يعني على بعض بهالاجزاء البسيطه، لانه هن يعني عاشوا مع بعض، اصدقاء صدوقين. الحمد لله. تمام، ان شاء الله لهيك بيكملوا. امين يا رب. اهميه الطاقه الايجابيه والتفاؤل بهالمرحله قديش بيأثر بنفسيتي؟ اكيد كثير مهم، لانه الواحد وقت بيوصل لمراحل من انه اليأس وضغط وتعب، اذا ما زرع جواته امل او ما زرع جواته انه ثقه بالله تعالى انه هو ما حيتركه لحاله بهالمرحله، مرحله صعبه وبدها شغل وهيك، بس انه الله ما حيتركه لحاله وشايفه طول السنه وما حيضوع له تعبه. بقى الواحد اذا ما زرع جواته هالامل وهالثقه برب العالمين، لا بيكون كثير صعب انه يكمل. لأنه بتيجي مراحل إنه خلص كمل ما كمل كذا، لأنه ونحن خاصة سنتنا كان في كثير إنه يعني ضاع من وقتنا وضاع من جهدنا على شغلات ما استفدنا منها بقصة أتمتة وغير وكذا. بقى لو ما كان عندنا نرد نجدد الأمل ونرد نجدد الإصرار كنا ما قدرنا نوصل بالنهاية. سبحان الله. أيضا أهمية الطاقة الإيجابية والتفاؤل والنظرة الإيجابية للأمور والإبعاد عن السلبية والإحباط والنظرة التشاؤمية، لأي مدى مهم بالعامل النفسي؟ كثير ضرورية، لأنه يعني أهم شيء الواحد يركز على نفسيته خلال هاي الفترة تبع الدراسة، خاصة لما يقرب من الامتحان. لأنه يعني أي مثلا حزن زايد، أي صدمة، غضب ممكن يأثر على دراسته بالنهاية، يعني وما يعني يروح تعب قلب السنة مشان والله حالة نفسية طرقت. فلا بفضل يعني أنا خاصة ميلي من نفس الوسط تبع الدراسة، مثلا أحكي مع رفقاتي، أطمن عليهم، هيك يعني بخفف على حالي وبخفف عليهم كمان. أيضا أستاذ محمد، لأي مدى مهم التعريف بالطرق الصحيحة للدراسة وبيساهم في زيادة التركيز والتقليل من التشتت؟
لأي مدى مهم هذا العامل؟ أكيد مهم، أكيد مهم، بس كمان مع مراعاة إنه يعني كمان الجيل ما شاء الله تطورت قدراته. يعني نحن مثل ما حكينا ببداية حديثنا، بجوز أساليبنا كانت سابقا مفيدة في بعض الأحيان أو بعض الأمور، وممكن تكون غير مناسبة بأمور ثانية. يعني نحن كنا نكتب، ننقل الكتابة، نصور ورقة كذا. هلا يعني في تحديث، في تطوير لأساليب الدراسة وأساليب التعلم بشكل عام. اكيد يعني هلا مثلا الدورات السابقه، يعني انه حل الدورات السابقه مثلا باسمه لفتره لقبل الامتحانات بفتره بسيطه لحتى لجئت. هلا انا بتذكر بوقتي انه لا، هي انا لازم اتابعها وادرس فيها. نقلت لها هي، وبالفعل يعني هي تابعت بهذا الموضوع من باب اخذ فكره انه انا بعد ما اكون خلصت دراستي وبيقبلوا التوجيه. والله قلت لك هي شوي مصرة وليست عنيدة، مصرة لا تندرج. بس الله يرضى عليهم يعني بشكل عام. وما أجمل العلم حين يرسخ بالدين. طبعا طبعا فعلا طبعا ما شاء الله، الحمد لله، فضل من الله هذا، الحمد لله. أرقى المعالي إن شاء الله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني رب العالمين يتعبد بالسعي وبذل الأسباب واتخاذ الأسباب. الحمد لله لا يتعبد بالنتائج. يعني مو مطلوب منا النتيجة، لا، مطلوب منا أن تسعى وتتخذ كل الأسباب وتعمل كل شيء بتقدر عليه، وتقول له يا رب أنا عملت كل شيء. فالله ما بيضيعها أبدا يعني. آمين يا رب العالمين. أيضا بدي أتحدث مع حضرتك كيفية التعامل مع أسئلة الاختبارات النهائية، كيف كانت وكيف جاوبتي عليها؟ هلا هي تجربة جديدة بتكون، يعني غير انه هي مرحلة مصيرية وكل البلد بتحكي عنها وكذا، هي بتكون تجربة جديدة. نعم. انه دخول الامتحان وهيك، وممكن انه الطالب ينصدم انه غير جوه كان، يعني ينصدم بانه حالات ممكن تنقيل، حالات ممكن انه المراقبات ما كانوا كثير تمام وهيك، انه غير جو بالمدرسة. بده يحاول الطالب قدر المستطاع انه هي وقت قليل تبع الفحص، يعني هو خلص بس عليه انه يفوت يجيب اعلى شيء ممكن انه يجيبه ويطلع من الفحص. يحاول قدر المستطاع ما يتاثر بالطلاب اللي حواليه، بالجو اللي حواليه، ولو كان هو شيء جديد. لاحظت عندها الله يسلمها عندها فصل لا تتاثر بالمحيط. تشتغل على هذه الناحية، لانه هذا الشيء كثير، يعني نقطه كثير مهمه بالبكالوريا، نقطه جميله بشخصيتها، مهمه كثير للطلاب. نفس النقطه موجوده عند غنى ولا تتاثر غنى بالمحيط؟ يعني بحاول الى حد ما تتاثر. غنى مؤثره بالمحيط، مؤثره بالمحيط يعني اكثر ما هي تتاثر تؤثر. يعني غنى ما شاء الله وباسمه، بس غنى حضورها ايجابي جدا. يعني هلا بتلاقي لما بكون بمكان في اطفال في كذا، هي نقطة جذب صراحة. يعني ما شاء الله يعني بتحب الأطفال. باسمة ما شاء الله الثانية كمان عندها شخصية وفي كاريزما يعني بالموضوع. ما شاء الله متنوعين. في تنوع يعني. تماما. أيضا باسمة، غنى كيف بتتعاملي مع ورقة الامتحانات اللي تخلى لها هيك نوع من الرعب من الخوف؟ هلا انا بس بدي كنت انه بركز على فكره انه هذا تعبي طول السنه حيترسخ بهالورقه، فحاول ما اخلي شيء يشغلني، ما اخلي شيء يوترني، وعامل كل سؤال كانه هو تحدي. يعني انا بدي اخلص من هذا السؤال، وبدي ما اروح تعب لا المدرس ولا تعبي ولا تعب اهلي، ويعني اوصل لاحسن نتيجه بدي اياها إن شاء الله يا رب. بدنا كلمة أخيرة من حضرتك أستاذة أماني فيما يخص موضوعنا لليوم، موضوع الامتحانات والاستعداد للعملية الامتحانية. نصائح حضرتك للأهل وللطلاب ولكافة شرائح المجتمع. تفضل. أول شيء ببارك لكل الأهالي اللي تفوقوا ونجحوا أبنائهم، لأنه النجاح والتفوق هو للأهل بالنهاية. هن تعبوا كثير خلال العام، بقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله دائما التفوق والتميز حليفهم بأي ما مجال دخلوا فيه. ممكن يعطوا أكثر وأكثر، ودائما في أمل ودائما في تفاؤل بأنه ينجحوا بالمجال اللي حيختاروه إن شاء الله، أو حيختار لهم يا رب العالمين، ما عنده إلا الخير. مشان يحققوا الهدف الأسمى لوجود الإنسان على الأرض، هو إعمار الأرض، هو خليفة رب العالمين للإنسان. أكيد. إعمار الأرض إن شاء الله بالعلم النافع والعمل الصالح. أكيد. والله يوفقهم يا رب. شو بتتمني لهم لغنى وباسمة؟ والله بتمنى لهم التوفيق دائما، يكون حليفهم بكل مراحل حياتهم، باللي حيختاروه هلا يعرفوا شو بيحبوا، شو بيختاروا صح. ان شاء الله يا رب الله يوفقهم. ايضا نصائح اخيره من حضرتك باسمه لكل الطلاب فيما يخص العمليه الامتحانيه، الاستعداد للامتحانات في العام. هلا هو الطالب اول ما يفوت على سنه البكالوريا لازم يحط بباله انه هي يعني مرحله، يعني هي ما لها نهايه العالم، وقد ما طولت وهيك، بس هي بالنهايه حتخلص وحتعبر،
ويعني الواحد بس لازم يحاول انه يقدم افضل ما عنده، ولازم يحاول ممكن انه مثلا بعد ما يطلع من الفحص يقول انه الحمد لله انا عملت انه كل شيء كان بقدر اعمله، وبالنهايه النتيجه هي على رب العالمين، يعني هو اكيد رح يوفقنا وما حيضوع لنا تعب. المهم الطالب انه ما يترك انه يندم على شيء بقلب السنه، انه خلص انا عملت كل شيء ما يوفر اي جهد، ما يوفر اي شيء بيحسن طبعا. حلو كثير. طموحاتك المستقبليه؟ ان شاء الله لا بدي اقدم تكميلي اول شيء، ان شاء الله جدد الطاقه مثل ما قلنا. ان شاء الله يا رب. شو الاختصاص اللي حابه تتابعي فيه ان شاء الله؟ هلا والله انا لساتني محتاره، لانه كمان بحب المعلوماتيه وبحب الكليات الطبيه. بقى ممكن ان شاء الله الله يكثر لك الخير بنقول. امين يا رب. وحضرتك هنا كلمه اخيره من حضرتك لجميع المشاهدين والمستمعين، تفضل. يا ريت ما حدا يتوتر ابدا، والفحص حيمر كمان. والنجاح هو مو بس نجاح بالعلامات، هو نجاح باي مجال بالحياه. وكل انسان ممكن يبدع وين ما كان، وكمان ما نهايه العالم هي يعني هو أكيد. فحص وحيمشي. بدي ارجع لعند حضرتك، ولمين بتهدي نجاحك؟ بهديه لاهلي اكيد، لانه هن كانوا كثير معي بالمرحله، يعني فعلا عاشوا نفسي اللي انا عشته. بهديه لاساتذتي اللي هن انه ما بخلوا علينا ابدا بالتحيه كمان طبعا اكيد، لانه يعني هن كانه نحن ابنائهم، كان كثير بهمهم امرنا وبهمهم انه نفسيتنا، حتى كان يعني اكثر من انه كله كان يعني عم يحاولوا يوصلوا المعلومه، كانه بهمهم امرنا، كانه هن اللي عم يقدموا معنا. وبهديه لرفقاتي اللي مثل ما قلتي الدعم النفسي والاجتماعي كثير مهم، بقى هن انا وهن كنا كثير مع بعض، يعني قلت لك بدنا نوصل سوا ان شاء الله. الله يوفقك باعلى المراتب. بدي ارجع لحضرتك، طموحاتك المستقبليه شو غينا؟ ان شاء الله هلا باذن الله بدي فوت هندسه عماره ان شاء الله. بحب الامور الفنيه وهيك. واي نجاح بتحققيه ايضا لمين بتهديه؟ بالفئه الاولى لاهلي طبعا. الله يخلي لك اياهم. ايضا نصائح اخيره من حضرتك أستاذ محمد فيما يخص العملية الامتحانية والاستعداد للامتحانات للطلاب للأهل ولشرائح المجتمع كان. يعني بالبداية يكون الهدف واضح. أنا أشوف شو إمكانياتي، شو إمكانيات أولادي، راعي الظروف المحيطة، ويكون الهدف واضح. ليس النجاح فقط هو العلامات العليا. صحيح. النجاح أنه أنا يعني يكون براغماتي، أعرف شو المطلوب حققه بغض النظر. أنا مو كل شيء مثل ما حكينا الاختصاصات العلميه العليا. وهلا الوضع بقى المراحل، يعني نحن بدون هيك تعقيدات، انه انا ببساطه بهدوء مدرسه مناسبه في نقص معين حسب امكانيات المدرسه نحاول نرممه، نحاول نكون كاسره يعني مستنفرين لهالعمليه الدراسيه والعمليه الامتحانيه بهي سنه البكالوريا كونه سنه مصيريه. صحيح. بشكل عام يعني نكون جاهزين لاي متغير كمان ممكن يطرأ علينا، يعني لا قدر الله حاله مرضيه، حاله معينه، نكون جاهزين. ما في شيء اسمه نهايه الدنيا، حتى لا قدر الله نتفهم كل الموضوع تماما. يعني حتى الانسان اللي ما حسن يوصل، يعني انا في كثير من معارفي للاسف ما حسنوا يوصلوا، كمان مو نهايه العالم. يعني نحن لما بنعرف بنت صديقي ما شاء الله امكانياتها ممتازه، ما شاء الله، ظروف الامتحانات اللي هي الظروف الآنية ما حققت قدر النتيجة. الله. قدر الله وما شاء فعل. وانا اكيد يعني ان شاء الله هيك ساره بتحقق النتائج الكامله. امين يا رب العالمين. وبتوصل للنتيجه اللي بدها اياها. بقى يعني نحن ما هي نهايه الحياه، كل حاله لها مطبها. السنه الجايه ان شاء الله اولاد اخي بانا وعمر العقيد ان شاء الله يا رب نتمنى لهم النجاح والتوفيق. عندهم بكالوريا وتاسع، وابن اختي مصطفى العمر كمان تاسع ان شاء الله. يعني هلا نحن كعائله هيك مسخرين امكانيات الجميع ما شاء الله للمرحله الجديده. ان شاء الله تعب مكلل بالنجاح وما بتضيع الجهود يا رب سودا. شو بتتمنى لباسمه وشو بتتمنى لغينا؟ والله الله يوفقهم بحياتهم، يعني الحمد لله هن ماشيين على طريق صحيح ما شاء الله. هلا اكيد يعني انا بشوف عند باسمه الميول يعني هيك تكون دكتوره، الميول الطبيه يعني موجوده ان شاء الله يا رب. وغنى الله يحميها كمان الثاني، يعني من وين للبكالوريا لنا حديث ثاني بنشوف شو المناسب ان شاء الله. دائما بندعي الله يختار الخير. امين يا رب. اكيد نعم الطلاب ونعم الابناء ونعم الاهل. الله يسلمك. شكرا لك. اكيد مشاهدينا ومستمعينا الاحبه، وصلنا واياكم الى ختام برنامجنا لليوم. على الخير نلقاكم بكل ما هو جديد ومفيد. الشكر لكم ولفريق العمل في برنامج الاسلام والحياه. ونقول مشاهدينا سبيل العلا عال على من تعلل، ومن جد في سعي لأمر تمكن. دمتم ناجحين سعداء مهنئين، بأمان الله.